السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ومتشكرة جدا جدا لكل اللي سأل عليا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ان شاء الله كده يعني كانت فترة كده وعدت، انا عارفة ان اخرت كتير كتير، فان شاء الله رجعنا كده وحشتوني جدا والله. ونشوف الفيديو بتاعنا النهارده. نعمل كده شوية شعرية باللبن، حاجة كده في منتهى الجمال، السهل السريع، بيدفي في الشتاء وسهلة، وان شاء الله مقاديرها كلها موجودة عندك في البيت، هتقومي على طول تعمليها. حاجة كده الله اكبر من الاخر. جبت شوية زيت، وياريت الزيت يكون نضيف ما يكونش ليه اي ريحة، وحطيت معاه مكعب زبدة او سمنة. حابة تعمليها بسمنة بلدي يا سلام، تبقى حاجة كده من الاخر. هحمر الشعرية بالشكل ده حوالي كده نص كيلو من الشعرية، ما تكتريش يعني، لان الشعرية طبعا بتزيد، فاقل منها بيعمل يعني ما شاء الله بيعمل كمية كبيرة. احلى ما فيها ان هي بتتاكل كده سخنة في الشتاء، بجد جميلة وبتدفي وحاجة حلوة قوي. الشعرية بنحمرها بالشكل ده، بنخليها غامقة شوية لانها بتفتح كمان درجة بعد السوى. ودي مية سخنة، لازم تكون بتغلي المية معاكي علشان تطلع معاكي الشعرية مفلفلة كده وجميلة. هنسويها سوا عادي اكنك بتعملي بتعملي رز بشعرية، اللي المية هتكون مغطية الشعرية عشان تطلع معاكي مستوية ومفلفلة. احنا هنسويها سوا كامل. هزودها كمان حبة مية. هنديها بقى كده ايه رشة بسيطة من الملح، ما تنساهاش، دي ضروري جدا جدا، دي بتظبط الطعم معاكي. رشة بسيطة خالص اهي من الملح، ونغطيها بقى لغاية ما تستوي معايا. مش هتاخد معاكي وقت خالص، اول ما تلاقيها بتغلي معاكي هدي عليها النار خالص وسيبيها لما تستوي براحتها. هنا بعد ما استوت وطفيت عليها، ان شاء الله عليها مفلفلة كلها ومش لازقة في الحلة خالص، بالشكل ده جميلة جدا جدا. معايا بقى اللبن علشان يغلي معايا بسرعة، كنت غلياه، كنت مولعة عليه. هنزل بيه معايا ده كيلو من اللبن او الحليب زي ما بيسموه في الدول العربية. وخلي بالك لان هي او كل ما بتقعد بتشرب اللبن اكتر يعني. اعملي واغرفي وكلي بألف هنا وشفا على طول. معايا هنا بقى كوباية الا ربع كده من اللبن. هحط فيها معلقة كبيرة كده من النشا، لبن ساقع عادي علشان طبعا ما يكلكعش معاكي النشا. معلقة كبيرة كده من النشا، ما تكتريش نشا برضو، معلقة كده تكون ممسوحة علشان ما تنشفش معاكي بسرعة. ننزل بيها في الحلة ونقلب. اول ما تغلي معاكي، لازم تغلي معاكي عشان ما تدوقيش طعم النشا في بقك. هحط بقى معايا كوباية من السكر، والسكر ده على حسب ذوقك، لان طبعا لسه هحط صوص كراميل، فعشان يبقى السكر بتاعها مش كتير، انتي برضو زي ما بتحبيه. حابة تزودي سكر تاني دوقيها وشوفيها. ومعايا كيسين من الفانيليا او فانيليا سايلة، معلقة صغيرة، بيديها طعم وريحة في منتهى الجمال. انا طبعا مهدية النار برضو. نفضل نقلب فيها كده لغاية ما تغلي معاكي. هنا بعد ما غلت معايا نغرفها بقى بالشكل ده، بجد ريحة وطعم في منتهى الجمال. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا، سهلة وسريعة جدا. يعني ما شاء الله اللي هياكل طبق من ده مش هيعوز يتعشى. ونقدمها بقى بالشكل كان ده. عندي بقى شويه كده من صوص الكراميل، كده حطيتهم على من صوص الوش، الكراميل. بيوديها في لو حته تانية عندك خالص. لو ما حطي بيوديها عندكيش في هي حتة كده تانية طعمها خالص. في ما منتهى عندكيش الجمال. ربنا هي يحسن كده ما بين طعمها ايديكم، حاجة في منتهى واشوفكم على الجمال. خير اشوفكم ومع على خير السلامه. ومع السلامة.